قالت إن وزارة الثقافة اليونانية كشفت عن استراتيجية شاملة لإعادة إحياء الحرف اليدوية التقليدية بوصفها قطاعا اقتصاديا واعدا يوفر فرص عمل للشباب في الأقاليم والمناطق البعيدة. جاء ذلك خلال ندوة عقدت في متحف آثار إقليم يوانيان، وأكدت وزيرة الثقافة بالبلاد أن الحرف التقليدية مهن إبداعية قادرة على تحقيق استقلال اقتصادي للحرفيين، مشيرة إلى مشروع تدريبي جديد لدمج المهارة اليدوية بالمعرفة الأكاديمية. وللمزيد حول هذا الخبر وغيره من عناوين الصحف اليونانية الصادرة اليوم بينضم لنا من أثينا مراسلنا عبد الستار بركات. صباح الخير عبد الستار، وهبدأ معاك بما هي تفاصيل الاستراتيجية اللي بيسعى لها اليونان لدعم الحرف اليدوية واللي بتعتبر جزء من هوية البلاد. صباح الخير عهد، أتحدث إليك من أمام ما يسمى هنا اسكوليو فيلبيدون، أي مجمع محاكم أثينا. بالنسبة للصحف اليونانية اليوم بالفعل تحدثت عن إطلاق اليونان استراتيجية وطنية شاملة بتهدف إلى إحياء الحرف اليدوية التقليدية وتحويلها إلى قطاع اقتصادي حيوي يكون قادر على خلق فرص عمل للشباب، خاصة في المناطق الريفية والجبلية والمناطق البعيدة اللي بتواجه تحديات ديموغرافية. وزارة الثقافة اليونانية عهد بتؤكد أن هذه الحرف بالإضافة إلى أنها تراث شعبي هي أيضا إرث حي بيعكس ذاكرة وهوية المجتمع اليوناني، ودعمها يحفظ القيم الثقافية وبيمنح الشباب فرصة للمساهمة في الاقتصاد المحلي. الاستراتيجية بتركز على ربط المهارات التقليدية بالتعليم والتدريب الأكاديمي عبر برامج تدريبية تجريبية بالتعاون مع عدة جامعات يونانية، بحيث يجمع الحرفيون بين الخبرة اليدوية والمعرفة العلمية. هذا النهج بيهدف إلى ضمان جودة المنتجات واستدامة المهن، إضافة إلى تأهيل جيل جديد قادر على تطوير هذه الحرف والحفاظ عليها. اليونان هنا لا تعتبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تهديد للحرف التقليدية، ولكن ربما أداة لتحديثها وتوسيع انتشارها. الاستراتيجية أيضا عهد بتشمل استخدام التكنولوجيا في تصميم وتسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة محلية ودولية، الشيء الذي يمنح الحرف اليدوية اليونانية بعدا معاصرا دون فقدان أصالتها. المبادرة بتركز بشكل خاص على الحرف اللي بتشتهر بها منطقة يواننا وإقليم إبرس شمال البلاد، مثل صياغة الفضة، النسيج اليدوي، التطريز، الحفر على الخشب، وأيضا حتى صناعة الفخار والخزف. هذه الحرف أصبحت اليوم رافد اقتصادي إبداعي بيتيح للشباب البقاء في مناطقهم ويؤمن لهم مصدر دخل مستقر مع الحفاظ على التراث الثقافي. الاستراتيجية بتشمل أيضا التعاون بين الوزارات لتطوير خطة وطنية متكاملة لدعم هذه الحرف اليدوية، بتشمل التدريب والتمويل والترويج في الأسواق المحلية والدولية. نعم. عبد الستار، أيضا خبر آخر ما أصدق خبر انتخاب اليونان لرئاسة لجنة الثقافة في اليونسكو. الأصداء أن اليونان حققت إنجاز دبلوماسي وثقافي مهم على الساحة الدولية بفوزها برئاسة لجنة الثقافة التابعة للجمعية العامة لليونسكو، وانتخاب ممثلها الدائم لدى المنظمة جورج كوموتساكوس البرلماني والوزير السابق لقيادة واحدة من أهم اللجان المعنية بحماية التراث الإنساني وتعزيز التنوع الثقافي ودعم الابتكار الإبداعي. هذا التطور جاء خلال الدورة ال43 للجمعية العامة لليونسكو في سمرقند بأوزبكستان، ليعكس قدرة اليونان على لعب دور مؤثر في رسم السياسات الثقافية العالمية. طبعا انتخاب اليونان لرئاسة اللجنة بيفتح أمامها المجال لقيادة النقاشات الدولية حول السياسات الثقافية وحماية التراث اللامادي ودعم الصناعات الإبداعية. عبد الستار، أيضا الجمعية العامة لليونسكو اعتمدت 9 فبراير يوم عالمي للغة اليونانية، فحابة أعرف منك إيه أهمية اعتماد هذا اليوم بشكل رسمي؟ Έχεις για πίτσα χορό. Απ και μία συν μία δώρο. Αποκλειστικά με...
أهمية اعتماد يوم 9 فبراير يوم عالمي للغة اليونانية، يعني بيعتبر هذا القرار خطوة مكملة بعد التصويت بالإجماع من الدول الأعضاء، ويعد هذا القرار يعني تتويج لجهود دبلوماسية استمرت يعني عام كامل، وبيعكس الاعتراف الدولي بإسهام اللغة اليونانية في التراث الإنساني عبر آلاف السنين، سواء في الفلسفة أو العلوم أو الأدب. ويأتي هذا الاعتماد الرسمي عهد لتسليط الضوء على أهمية اللغة اليونانية كعنصر ثقافي عالمي حي بيعزز الهوية الوطنية وبيسهم في نشر المعرفة والفكر يعني عبر الأجيال. وزيرة الثقافة اليونانية أكدت أن اعتماد هذا اليوم العالمي بيشكل لحظة تاريخية لتثبيت مكانة اللغة اليونانية في الذاكرة العالمية، وبيتيح تنظيم فعاليات سنوية للاحتفاء بها بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية حول العالم، الشيء اللي بيعزز الوعي العالمي بمكانتها وقيمتها الحضارية. طيب عبد الستار، هنهي معاك باليونان بتطلق مشروع لترميم جسر القلعة القديمة في جزيرة كورفو، فحابة أعرف منك إيه تفاصيل هذا المعلم التاريخي؟ نعم، أيضا الصحف اليونانية اليوم تحدثت عن إعلان وزارة الثقافة اليونانية بدء مشروع ترميم جسر الوصول إلى الحصن القديم أو القلعة القديمة في جزيرة كورفو، والمعروفة هنا في اليونان باسم جزيرة كركرة، إلى جانب تدعيم الجدار الغربي للقلعة المعروف بكونتراكاستروبا، في خطوة بتعكس التزام اليونان بحماية تراثها التاريخي وإعادة تأهيل المعالم المدرجة على قائمة اليونسكو. هذا المشروع عهد بيأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لإدارة وتحسين المنظومة الدفاعية في جزيرة كورفو اللي أعدتها وزارة الثقافة بالتعاون مع المعهد التقني الوطني عام 2022. القلعة القديمة دي بتعتبر يعني واللي هي شيدت على شبه جزيرة صخرية شرق المدينة التاريخية، بتعتبر أحد أبرز رموز الجزيرة المعمارية والثقافية. بتضم الارشيف التاريخي، المكتبه العامه، ايضا قسم الموسيقى بجامعه يوآننا ومكاتب الاثار، بالاضافه الى مرافق ثقافيه وترفيهيه. الجسر ده بيشكل الرابط الوحيد بين المدينه والقلعه، ولذلك بيجعل ترميمه اولويه قصوى لضمان سلامه الزوار والموظفين والطلاب ايضا. ميزانية المشروع يعني كانت قيمتها حوالي 3.5 مليون يورو، ممولة من برنامج الجزر الأيونية، وبيستند إلى دراسات هندسية ومعمارية متكاملة أعدتها مدير ترميم الآثار البيزنطية وما بعد البيزنطية في وزارة الثقافة. والمشروع بيأتي ضمن سلسلة أعمال بتشمل ترميم برج رياح الشمال وتثبيت المنحدرات الصخرية المحيطة بالقلعة، ومن المتوقع اكتمالها في يعني نهاية العام الجاري بتمويل من صندوق التمويل الأوروبي. أشير عهد في الختام إلى أن يعني حصون وقلاع جزيرة كورفو بتعد منظومة دفاعية فريدة وركن أساسي من المدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2007. يعني بالتأكيد ده خطوة مهمة لاستمرار استمتاع الزوار بهذا المعلم التاريخي العظيم. بشكرك شكرا جزيلا عبد الستار بركات مراسلنا في أثينا على كل